يا جماعة أنا عايزة أعرف هو مين اللي اخترع تنظيفة العيد. عندنا عادات كده موروثة يعني بشكل بالي. ليه تنظيفة العيد؟ ليه أنا كواحدة كده صاحبة بيت أمسك البيت أهده وأجيب فوق الدولاب عليه وطيه وأشيل المراتب وأجيب من تحت السرير وأفضل أنضف وأقول تنظيفة العيد. تنظيفة العيد دي بقى عشان الضيوف لما تيجي، الضيوف اللي أساسا ما بيجوش لا في عيد ولا في غير عيد. يعني احنا في زمن السوشيال ميديا والنت، والناس بتعايد على بعض بالتليفونات والرسايل والبوستات وكلام من ده. طب انا بهلك نفسي ليه واقول لعيالي بقى محدش يدوس، محدش ينكش، محدش يعمل، لحد ما نفضل 3 ايام العيد ولا 4 ايام العيد قاعدين يا عيني متحنطين، مخلين العيال لا بتلعب ولا بتعمل اي حاجه، منتظرين الضيف العجيب اللي هيجي. طب هو سؤال، هو انا بيتي ده انا عاملاه عشان الضيوف، يعني انا بيتي ده المفروض مين اللي يبقى براحته ومبسوط فيه وسعيد فيه، احنا ولا الضيوف؟ وبعدين هو الضيف لما هيجي يرفع المرتبة عشان يشوف تحت السرير باظ ولا في ترابايه تحت السرير ولا مفيش ترابايه؟ يعني هل ده منطقي ان انا اهد نفسي في البيت عشان الضيوف اللي هيرفعوا المرتبة يشوفوا تحت المرتبة كويس ولا لا؟ هيطلعوا فوق الدولاب، هيجيبوا سلم ويطلعوا فوق الدولاب يدوروا يشوفوا انا نظفت فوق الدولاب ولا ما نظفتش؟ ما بالراحه يا جماعه على نفسكم، ما بالراحه على نفسكم وبالراحه على اولادكم وبالراحه علينا. بجد في موروثات كتير وعادات كتير احنا توارثناها، وافكار باليه احنا توارثناها، وهي ملهاش علاقه باي حاجه في الحياه. ثوابت كده، في ثوابت في حياتنا بنقول لا، لازم العيد جاي لازم نهلك نفسنا. ليله العيد دي لازم الست في البيت تبقى هلكانه، تيجي بالليل كده وتبقى هلكانه ما هياش قادره. عايزه اعرف مين اللي سن القانون ده. انا عايزه اجيبه وحاكمه. مين سن قانون تنظيفه العيد ده؟ ليه انا كست بيت، كواحده كده جميله كده، ليه ما يبقاش انا قاعده ليله العيد في وسط ولادي بنلعب ومكركبين الدنيا وبنهزر ومبسوطين وجايبين لب وبنرمي قشر اللب وبنتبسط في بيتنا؟ يعني ليه بجد احنا ليه مش بنتبسط في بيوتنا؟ ليه بنخلي بيوتنا على سنجة 10 احتمال يجيلنا ضيف؟ احتمال، يعني ده مش اكيد. يعني احنا بنهلك نفسنا ليه يا جماعه؟ يعني من الموروثات الباليه اللي يا ريت برضه تتلغي، تتنسي، بناقص يعني منها.